خلاص هعمل لكم فيديو عن نانو بنانا. خلاص، السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم علي اسامه، جرافيك ديزاينر من اف2. كنت نايم لا بيا ولا عليا، اصحى من النوم الاقي مجتمع المصممين مقلوب على اداه جديده نزلتها شركه جوجل، وبيقول لك اسمها نانو بنانا. حرفيا انا اول ما سمعت الاسم ده ما جاش في بالي غير كلمه واحده بالطريقه دي: بنانا. بصراحة ما قدرتش اكتم فضولي وقمت قايم هشوف النانو بنانا ده بيعمل ايه، وبالمرة هقول لكم برضو ازاي تستعملوه. واحلى حاجة في الاداة دي انها مجانية ومش محتاجة VPN عشان تستعملها. كل اللي عليك تعمله هو انك تروح على المتصفح بتاعك وتكتب جوجل AI ستوديو وتدخل على اول اختيار يظهر لك، وبعدين تعمل ساين ان تو جوجل AI ستوديو، ثم بعد كده تختار تراي نانو بنانا. وكده يا صديقي الف مبروك، انت معاك دلوقتي النانو بنانا. تعال اقول لك بقى مميزات الموقع ده. اول ميزه في الموقع ده هو ستر الفقراء والمحتاجين. زي ما سمعت كده هتجيب صوره من عندك على الجهاز، وليكن الصوره دي ايه ده؟ لا ايه؟ صورة فضيحة؟ لا دي نجلة. نجلة مين يا ولد؟ صورة فضيحة. لا نجلة. لا مش نجلة، دي فضيحة. كده ما ينفعش يا اختي. خد البرومبت ده بسرعه ستوري بنفسك وهنعمل رن. واهم حاجه في الموقع ده ان هو بيظهر لك عدد الثواني اللي المفروض يشتغل عليها. ايوه بقى كده احسن بكتير. اختي احذري. وبصراحه كده احسن برضه. ايه بالظبط اللي عملناه دلوقتي؟ كل اللي عليك تعمله يا صديقي انك تجيب الصوره اللي محتاج تظبط فيها وتكتب البرومبت. لكن طبعا انا مش دارس حاجه اسمها هندسه برومبت وطريقه كتابه برومبت احترافي، ومش هعرف اكتب برومبت مثالي للبرنامج. فرحت لحبيب قلبي وحبيب قلب الملايين شات جي بي تي وقلت له كده بالظبط. قلت يا عم ابو الشتات اكتب لي برومبت احترافي لنانو بنانا يجعل الشخص الذي في الصوره يرتدي عباءه حريمي وطرحه، ومره اخرى يجعل الشخص يرتدي جلابيه بيضاء طاقيه صلاه مسلم بيضاء. صراحه هو ما بيتوصفش. عمل لي الاثنين برومبت، قمت واخدهم وناسخهم وحاططهم في الموقع وعملوا لي الصور اللي انت شايفهم دول. تاني ميزه من المميزات بتاعه الموقع هو انك تغير المكان والزمان بتاعه الصوره، وبرده ممكن تضيف ناس مش موجوده اساسا زي اللي انا عملته في عمو كريستيانو. طبعا لعمو ابو الشتات شات جي بي تي وقلت له اريد برومبت يجعل الشخص الذي في الصوره يرتدي بدله سوداء ويجلس على موزه في الشاطئ وحوله شخصيات من فيلم المينيونز الصفراء، يمسك في يده كوب من عصير البطيخ عشان بحب البطيخ، جنبه كده شويه جبن قريش وعيش ناشف وعيش محمص. انا متكيف ناو. نرجع لموضوعنا. ويبتسم وينظر للشاشه وكانه مصور بكاميرا فوتوغرافيه احترافيه وسيشن تصوير احترافيه بكومبوزيشن احترافي. وطبعا هو عمل لي البرومبت، واول ما كتبت البرومبت ظهر معاك الصوره دي. والميزه الثالثه في الحوار انك تقدر تغير لبس اي حد او حتى تخلي اي لاعب نفسك فيه يلعب في النادي اللي بتحبه. زي ما جبت برومبت من شات جي بي تي وخليت كريستيانو يلعب في الاهلي ولبسته تيشيرت الاهلي كمان. والميزه الرابعه انه يقدر يحول لك اي صوره من الابيض والاسود ويلونها لك ويحسن لك جودتها، سواء كصور مناظر طبيعيه او صور اشخاص وفنانين. وبرضو في ميزات اكتر واكتر في الموقع ده، وكمان بيتحدث اول باول. نيجي بقى للسؤال الاهم والاكبر اللي الكل بيساله: هل كده خلاص الذكاء الاصطناعي هيستبدل الجرافيك ديزاينر ولا لسه في امل في الشغلانه؟ احب اقول لك واسفا لا، لان رغم كفاءه شغل AI ما زال الجرافيك ديزاينر متربع على القمه في الابداع والتصميم. بل بالعكس، تطور الذكاء الاصطناعي بيخلي شغلنا بيتقدم وبيطور اكتر عن الاول، وبيسهل علينا الشغل، وانه نجيب صور كنا مستحيل نقدر نجيبها وبنضطر نعملها يدوي وبتاخد مننا ساعات. زي الصوره بتاعه كريستيانو والموزه وشخصيات المينيونز، كنت زمان مستحيل تعمل زيها، لا وكمان بتاخد وقت ومجهود كبير جدا بالساعات عشان تطلع حاجه زي كده واقعيه
كمان. لكن ودلوقتي مع التطور الرهيب قدرنا نعمل صورة زي دي واكتر كمان، ونحسن من شغلنا كمصممين جرافيك، وده بيعلي من قيمتنا في السوق. فما تسمعش لأي حد مكسل انه يتعلم وبيقول لك الذكاء الاصطناعي هيستبدل المصممين. الشخص ده وبنسبة كبيرة هو، ومن وجهة نظري لو ما طورش نفسه الذكاء الاصطناعي بصراحة هو اللي هيستبدله. وبكده يا صديقي وصلنا لنهاية الفيديو. فلو عجبك الفيديو ما تنساش شير ولايك وسبسكرايب، وتقولوا لنا رأيكم في الكومنتات. سلام.